اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامجكم بيت العيله. حلقه النهارده هتكون فيها فقره هامه جدا خاصه بالشباب، واحنا في عصر التكنولوجيا والعصر اللي مليء طبعا بالتسويق والتسويق الالكتروني، ومصطلحات كتيره جدا الشباب دلوقتي بيستخدموها، وكتير من الشباب حتى بيتوجهوا لعمليه التسويق وخاصه على الانترنت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه. فقره مهمه جدا بالنسبه للشباب، ازاي ممكن يتعلموا فيها عمليه التسويق، وازاي ممكن يكون تسويق فعليا منتج، وتسويق يكون ليه جانب كبير جدا بالنسبه للمنتج او خدمه معينه انت بتحاول تقدمها من خلال العصر اللي احنا عايشينه والانترنت. ده هيكون طبعا مع زميلتي العزيزه رانيا حامد والاستاذ بهاء الدين خراشي، محاضر تسويق واداره. فقرتنا الاولى بقى، وفقره مهمه لكل اسره دلوقتي بتسمعنا واحنا في الايام المفترجه وايام رمضان الكريم والمبارك، وبنقول دايما بنحاول نقرب من الروحانيات، نحاول نهدي من نفسنا، نحاول نغير من سلوكياتنا والعصبيه والمشاكل اللي ممكن تكون بتواجهنا. مفيش بيت بيخلو من المشاكل، مفيش بيت ما عندوش شويه قلق بيجوا من حين لاخر مع الضغوط الحياتيه اللي موجود دلوقتي والضغوط الماديه. ممكن المشاكل تزيد داخل الاسره، ولكن ازاي الزوج والزوجه الاب والام يحاولوا بقدر الامكان خلال شهر رمضان المبارك يتخلصوا من مشكلاتهم، من العصبيه اللي ممكن تكون موجوده في بعض الاحيان. والكلمه اللي احنا بنستخدمها المفروض هي دعاء وبنحسن بيها الصيام، اللهم اني صائم، بنستخدمها بحاجه على النقيض اللي انا العصبي، فابعدوا عني دلوقتي لاني صايم، واللهم اني صايم بقى مش عاوز اتعصب على حد. مشكله من المشاكل اللي ممكن تكون بتواجه بعض الاسر. مشكله اخرى ممكن تكون بتواجه الاسر، والله احنا فطرنا اول يوم عند مامتك، طب تاني يوم بقى نفطر عند مامتي، ما هو لو ما عدى تاني يوم ما فطرناش عند ماما هيبقى في مشكله بالنسبه لي. نلاقي نفسنا دخلنا في مشكله، هي مشكله غريبه جدا ومشكله بسيطه جدا بتاثر على جو البيت وعلى روحانيات رمضان وعلى الاولاد وانعكاساتهم النفسيه طبعا في الوقت ده. اسمحوا لنا نرحب بضيفتنا في الاستوديو دكتوره منى حسين، الاعلاميه والاديبه. برحب بحضرتك، منورانا ومشرفانا، اهلا بيك يا ربنا دكتوره. يخليك، شكرا، اهلا بيك. يعني مفيش بيت بيخلو من مشاكل، ودايما احنا متفقين كده في فقراتنا وحلقاتنا مع حضرتك، دايما في مشاكل، ولكن مهم يكون لكل مشكله حل. حل طبعا. اخطر المشاكل اللي حضرتك بتشوفيها في شهر رمضان ما بين الزوج والزوجه او الاب والام؟ كل واحد جاي من أسرة عايز يقول ان انا مسيطر، مش بياخدوها بالود بقى. انا جايب مراتي وولادي جايين، طب ما ممكن تروح هي لمامتها، طب ما نعمل ده، فيحصل مشكلة على لا مشكلة. ما احنا هنفطر هنا وهنفطر هنا، وفي الحالتين انت هنتعب الأسر اللي احنا رايحين لها، احنا مش رايحين حاجة جميلة يعني، لا. فكل ما كان الاتفاق قبلها بفترة كان اسهل. ماما انت ظروفك ايه، هنقدر نيجي، يبقى انا هنا بقى ببتدي اسيستم ونتفق نفس الحكايه هناك. ما فيش، طالما ما فيش اي مشاحنات او اي خلافات ما بين الاسرتين الممتدتين دول، سهل قوي ان احنا نهندل. اما ان احنا نفتعل مشكله بيننا وبين بعض بيهم، طب ما ترجعوا للناس دي، هتبقى اكثر الكبار هتلاقيهم اكثر عقلانيه. بتلاقيها معضله، وخاصه يعني احنا اتعزمنا اول يوم في رمضان عند مامتك، وتاني اوكي. يوم احنا ما رحناش لماما. مم. طب لو احنا متفقين ان احنا في نص رمضان هنروح لماما، ليه احنا رحنا عند مامتك؟ دي معضله ما بين الزوج والزوجه في بعض الاحيان في عزومات رمضان عند مامتك ولا مامتي. لا والله مش كلها كده، لان هقول لك على في حاجه. بعض الاحيان اه عند اه بعض اه الاسره، عند بعض بالظبط. الزوجات والازواج. مش عايزه اقول لك ان في بعض الاسر بتقضي الويك اند عند اسره من الاسر، وفي الغالب بتبقى اسره الام الزوجه، لان هي برضو بتبقى يعني هتستوعب بعكس ام الزوج هتبقى قليله، مش هتعمل بنفس اللي بتعمله مع بنتها. بنتها في الشغل، فهي مقدره ان بنتها هتيجي متاخر او هتيجي كذا، الولاد هيجوا من المدرسه عليها، هتبقى قايمه بدوم جاهزه قبلها بيوم عامله حاجه، فهنا بقت اسبوعيه. طب بلاش المره دي، هنا نروح هنا، خلينا في فاسيلتيز كده وفي مرونه شويه في التعامل. المشكله روح الناحيه التانيه، مفيش مشكله. احنا في الاول وفي الاخر بنحاول نقرب، وهي كلها على بعضها. ده في ساعه الفطار كل واحد بياخد الخشاف بتاعه ولا العصير بتاعه، وبعد كده نقعد بقى يا ناكل يا ما ناكلش. ليه نبدا بنكد؟ خلينا نبدا ببساطه، نبدا بتسامح. يعني ما هي دي القيم بقى اللي احنا عايزين نتعلمها. الصبر، يعني تصبر على الجوع والعطش واصبر على العلاقات كمان، يبقى انت هنا ماشي حلو. فكل ما كان في تراضي، في توافق بنسبة كبيرة، كل ما بقاش في مشاكل اصلا، لان احنا مش فاضيين. واخد بالك، المشكلة الاكتر تحصل في البيت نفسه، مش بس العزومات. يعني ساي معظم الاسر 99% لازم يفطروا في البيت مع بعض. الفترة ما قبل الفطار دي
كل واحد بيفكر ازاي. الزوجه مشغوله مليون في الميه، هي صحيت ودت الولاد المدرسه وبعدين راحت الشغل وبعدين رجعت وقفت في المطبخ، ادوار. الزوج بقى هو فاضي. اللهم اني صائم. اللهم هنرجع اني بقى صائم، يعني لفؤاد بقى اللي المهندس هو الله يرحمه. يعني اللهم يا اني صائم، ما اخواتي حدش عصبني صايم، يا دلوقتي. اخواتي صايم وراجل شقيان ومراتي عايزه، لا ما الراجل ينفعش. شقيان برضه، يعني اتس ما هو اوكي، راجل اتس برضه اوكي، ما هو شغال في بيشتغل وهي بتشتغل. نهار رمضان وبيرجع الفطار، هو راجل شقيان ماشي، وهي وبيقوم بدوره كمان يا وهي دكتور. عامله كده برضه، معلش. بس ما يعني خليني ايه، يا اما يا اما ان انا اخفف عنها بعض العبء، يا اما ارجع لورا واخفف نفسي عنها شويه. لكن انا هفتعل المشكله، ده الصوت عالي، ده إيه اللي قلقني، ده إيه اللي انتوا، ما ينفعش. يبقى هنا يبقى احنا ايه، مشيها بقى سيستم صح، خلينا كويسين، خلي الدنيا حلوه. قدرنا نتعاون في بعض الازواج يعشق ان هو يقوم بنفسه ويساعد. هاتيلي انا اجهز لك الخضار، طب هاتيلي خلصتي عفوا غسلتي الخضره والحاجات بتاعه السلطه، هاتيها انا اعملها هنا ده حد متعاون هيطلع طاقته، اللي هي بقى الصبر بقى على الصيام والمش عارفه ايه، وقبل ما يتنرفز طاقته كلها تطلع في مجهود. المجهود العضلي بيقلل من العصبيه والنرفزه والحاجات، لان انت خلاص بتستنفذ طاقتك في حته تانية. لكن هتفضى تفضى تفضى خالص، هتعمل مشاكل. هقول لحضرتك، احنا هنقول كل اللي ممكن يكون بيحصل. أوكي. الزوج والله انا بحاول يعني اهدي الامور، وانا عارف اللي هي تعبانه طول اليوم وبتوضب لنا الفطار والادوار اللي ممكن تكون بتقوم بيها طبعا بالنسبه للاولاد وشغلها لو كانت بتشتغل، وكل ده مقدره، وبحاول ما اتعصبش وبحاول اكون هادي. بس هي العصبيه، يعني هي كل ما اكلمها حاجه، طب احنا الفطار قرب يخلص، سؤال عادي تقليدي، تتعصب عليا. بيحصل الكلام ده يا دكتور اهو. يعني هو البعض ذوق، احنا البعض هقولنا البعض البعض، خد احنا بنقول البعض البعض، ما بنقولش الكل، او ايوه، ما اقدرش يعني اعمم في بالظبط. كلامنا كله او اعلاميا ما ينفعش تعمم. ايوه، ولكن هو البعض، البعض هي على البعض. طول بتتعصب عليا، اخش المطبخ تتعصب عليا، طب ايوه اساعدك انت بتدربك الدنيا، ايوه اطلع بره المطبخ. اه بيحصل. ايوه، ده حقيقي ده حقيقي. ما هو زي ما احنا قلنا ان في زوج عصبي ومش عايز حد يكلمه خالص، في زوجه كده برضه، واخد بالك، لكن هي بتشتغل وهي تحت ضغط. فلو انت فتحتها هي شغاله ساكته ما تتكلمش، لو حد فتحها بكلمه هتروح منفجره. ده مش حاجه جميله على فكره، يعني لا ليها ولا ليه، الاثنين مرفوضين تماما. لكن هي بتبقى طبيعه شخصيه. فازاي بقى الزوج هنا مش ليه يبقوا الاثنين عصبيين، مش هيبقوا الاثنين في وقت واحد عصبي. فدايما زي ما احنا بنقول تحافظ على شعره معاويه. هي اتنرفزت وربما عندها حاجه معينه مش راضيه تقولها او ساكته او اتلاشاها. هو جاي من بره وشكله مغيم و اتلاشاه شويه واشوف ايه، بالعكس ده انا عايزه اخفف عنه شويه، بس عشان بابا راجع متضايق، بس عشان مش عارفه ايه. طب يلا حلو، إيه اتوضيت، طب يلا نصلي مع بعض، ده انا مستنياك، ده ابتدي اسحبه في حته تانية علشان اعمل له ريلاكسيشن زي ما بيقولوا، اهديه شويه، امتص غضبه او ضيقه ده، ادخله في مود مختلف. ولو وصل يخش ينام بعدها، طب ريح شويه، انا خلاص قربت اخلص مش محتاجه حلو حاجه. جدا، يعني ده الموده والرحمه. اذا الموده الاثنين والرحمه بين لازم الاثنين. مع بعض، مره منه مره منها، لان كل واحد مننا، احنا مش كل واحد على وتيره واحده. لا الزوج على طول بيس والدنيا حلوه، ولا هو عصبي على طول على طول، ولا هي نفس الحكايه. فاذا انا بس بشوف الموقف واقيمه، وبناء عليه العشره بتخلينا نفهم بعض كويس، انا اتعامل مع الموقف ده ازاي. ساعات ما بنكونش فاهمين بعض كويس، ممكن. يعني يعني رغم اللي فيه عشره وفي بقالنا فتره كبيره جدا مع بعض، ساعات بتبقى دي المشكله ما بيننا في لغه الحوار ومش فاهمين بعض كويس. هقول لحضرتك على حاجه هي مشهوره ما بين بعض السيدات، والله هي زعلانه اها. ومتعصبه بسبب زعلها، مش بسبب المجهود اللي بتعمله في المطبخ او تمام. في نهار رمضان مع الصيام والكلام ده كله. ايوه. وبقالي 3 شهور مش عارف هي زعلانه من ايه. اقول لها طب انت ايه اللي مضايقك؟ إيه اللي مزعلك؟ انا بدي مثال طبعا، هو مش قاعدين 3 شهور يعني، ايوه. لكن هو ساعات كده يقول لك والله احنا قعدت فتره كبيره جدا مش عارف هي زعلانه من ايه او مخنوقه من ايه عشان اصالحها. اه. واقول لها في ايه انت متضايقه وهي مش عاوزه تقول. اه. بيحصل ما بين الزوج والزوجه، وبيحصل ان الزوجه مش عاوزه تقول والاهتمام ما بيطلبش. مش عمليه اهتمام، ده ممكن يكون موقف اتعمل وهي بس كده بعيد، يعني لما تتكلم في 3 شهور دي لا انا بدي مثال، كتير، بس لا ساعات هو مسافه كده طويله ممكن قوي. تتقال يعني. اه يعني كتير قوي، يعني بقالي لا. كتير مش عارف هي زعلانه من ايه، اه. وكل ما ادخل لها واحنا في نهار رمضان واحاول اقرب المسافات لا هي زعلانه ومتضايقه وبتتعصب باقل حاجه، باقل اه. كلمه ممكن اقولها. ده زوج ممكن يشتكي الشكوى دي، والعكس ممكن زوجه تشتكي الشكوى دي. ايوه. لا هي عمليه تقييم بقى، نشوف نراجع كده مع بعض ايه اللي حصل وممكن نستفيد منه ازاي. طب هو فعلا كان في موقف، ما يمكن كان احاول اقرب وادوب التلج ده. لان شوف، وجودنا مع بعض فترات اطول
ممكن يعمل تقارب، ممكن يعمل تنافر تام. يبقى عارف يقول لك ايه، اكتشفنا بعض العيوب. لا، هو جت النهارده، ما احنا عارفين بعض من زمان، مش ما فيش عيوب ما ظهرتش النهارده. هي دي ليها ملابسات شويه او اسباب معينه، ان الصيام مخلينا مش كويسين، الدنيا بره بتبقى كراودد في اوقات معينه، فانا مش عارفه اتعامل ازاي، الدنيا زحمه قوي ومش عارف اوصل، وبوصل بقى يعني كل اللي اتضايقت منه في السواقه واتضايقت منه في الشغل واتضايقت منه يعني خلاص قفلني. ليها او ليه ما ينفعش اطلع الطاقه دي في البيت. خلاص انسي بقى، انت دخلتي البيت ارمي اللي حصل بره ده خالص، انت او هو، وتأقلموا بقى. فكل واحد ايه، حتى لو بقولك لو لقينا حاجه كده تجنب يعني انا حتى لو عاوز اتكلم عشان ما او هي نصطدمش. عاوزه تتكلم، يعني لحد ما اهدى واتكلم واقول انا ايه اللي مضايقني، ايه اللي مزعلني. يعني ممكن ما يكونش الطرف الثاني واخد باله من الجزئيه دي. هرجع مع حضرتك تاني للعزومات. للايه؟ للعزومات ومشاكل اوكي العزومات. اوكي. وهبتدي بقى الجزئيه دي تحديدا في العزومات. هل عندنا مشكله لحد وقتنا هذا في العزومات، في ثقافه العزومه نفسها، في ثقافه لمه العيله في بيت العيله؟ ان احنا عاوزين نتلم في المقام الاول، مش مجرد بس اللي احنا عاوزين نقعد عشان ناكل مع بعض. فهتكلفوا قد ايه في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها دلوقتي؟ يعني محتاجين نغير الثقافه دي في الوقت الحالي، ان احنا نتلم. ده المهم، لمه العيله. ده مهم، ده مهم، خاصة ان كل واحد مننا بقى عايش زي جزر منعزلة كده، كل أسرة مع بعضها، لأن أنت مرتبط في مكانك، لأن الولاد بيروحوا المدرسة من هنا والباص بياخدهم ويجيبهم، وده قريب من شغلك، كل التباعدات والمسافات الكبيرة دي بتجيب رمضان يعمل لنا التجمع. أحيانا أسر كتيرة بتعمل ده من غير رمضان، في الويك اند زي ما اتفقنا كده، يوم الجمعة ده عند ماما، طب يوم السبت عند مامتك، مش مشكلة، خلاص هم قسموا، لان هم اتفقوا على التقسيم بس ده. في جزئيه بتبقى ضغطه ساعه رمضان، يعني هي عند دي ثقافه لازم بقى. البعض مع الظروف الحياتيه اللي موجوده، مع المتغيرات اللي موجوده في الاسعار. احنا عندنا عزومه، فهنعزم على ايه؟ بقت مكلفه في الوقت الحالي. فعاوزين نستغنى عن الفكره دي، والفكره تكون الاساسيه هي لمه العيله، وجوده بالموجوده اللي موجوده. احنا اهم حاجه اللي احنا في لمه عيله. يعني الثقافه دي ما اتغيرتش عند كثير من الاسر يا دكتور. ما هو ما عشان دي الفرصه الوحيده ان هم يتقابلوا، لان خد بالك في الايام العاديه او الشهور العاديه مفيش ناس كلها بتتجمع في وقت واحد على وجبه. هتعمل ايه العشاء؟ ما هو اصل الغدا ده مش بتاع كل واحد، كل واحد هو بيجي الساعه 2 من الشغل، واحد بيجي 3، واحد بيجي 5، واحد بيجي 6، انت مش عارف تعملها على مدار السنه. لكن شهر رمضان هو الشهر الوحيد اللي فيه افطار، كل الناس بتقعد، حتى الاسره الواحده نفسها هتلاقيهم كلهم في وقت واحد جايين لده. فخلينا نعمل ده، ان كلنا اتجمعنا، كلنا. ده في ناس بتبقى مسافره بره بتنزل عشان خاطر تفطر مع اسرها، يعني دي خلاص بالنسبه لهم ده فرصه بس تهونوا على جيده. نفسكم، ما ما هي تكلفوهاش كده فوق بالظبط، طاقتها، لا في لا 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 حدود لا 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 خالص، انا امكانياتي. ضد. المهم اللي احنا نتلم لمه العيله. والله بالظبط، ما حدش يعني بعد الفطار مش هنعمل مش ايفالويشن قادر لكل واحد، بالظبط ياكل. لا هرجع خالص. حضرتك بقى، لان انا ابتديت بالنقطه دي، لان هرجعك بقى للجزئيه اللي فيها مشكله، بتكون مشكله اكبر في بعض الاحيان عند بعض الاسر ما بين الزوج والزوجه. مم. والله احنا يوم ما عزمنا مامتك كلفت وصرفت وعملت وخلينا السفره كلها مليانه. مم. يوم ما ماما جت ما عملناش الكلام ده كله. مامتها هي يعني مامه ايوه الزوجه نفسها. ايوه او العكس بيحصل. بالظبط. يوم ما انا عزمت ماما انت وقفتي في المطبخ وايه ما عملتيش حاجه، ويوم ما والدتك جت لقيتي كرمتيها بقى السفره وزودي. وكل حاجه وكل اللي بيحبوه واخواتك اللي بيحبوه وعملتي ده كله. ده بيحصل برضه مشكله من المشاكل اللي ممكن تكون ما بين الزوج والزوجه في العزومات بقى اللي جايه عليهم هم. بتحصل ولا ما بتحصلش يا دكتوره؟ بتحصل بس عند الناس اللي فاضيه، هم. لان هنا لو العلاقات مش مظبوطه، عارف، لو العلاقات وديه وحلوه ما يبقاش واخده كومنت من بره بقى، شوف مراتك عامله ايه، او هو قارن بقى، لان هو بيتصيد لها اخطاء. ما احنا مش عايزين نركز لا هي تصيد له لا ولا هو احنا يتصيد بنتكلم لها. دلوقتي على زوج وزوجه. ما خد بال ما انا حضرتك في بقول لك، جانب ما انا اخر ما معاك بين اهو. الحما هنا والحما هنا، اللي هي المفروض ايوه تكون ام هنا وام هنا برضه. تمام تمام. هي بتعمل ايه؟ هي في المرتين، طب انت عارف مامتك بتحب ايه؟ اعملي لماما كذا وكذا وكذا. لو هي بقى يعني بتعمل على مضض، وهي بتعمل ده واجب، مش بتعمله بحب، مش بتعمله، هي عارفه مامتها بتحب ايه وهتعمل لها اللي مامتها بتحبه. طب مامته، احيانا زوجة الابن، مامة الابن دي او مامة الزوج ده تبقى عندها مشكلة، دي بصي الافتراء بتاعها دي عاملة قد ايه ومزودة و فهي عايزة تلم على قد ما تقدر عشان دي فلوس ابنها، ده بيت ابنها. فممكن تلاقي ده التعليق ده من ام الزوج نفسه،
فهي انا اتعلمت من المره اللي فاتت مش هعمل كده تاني، انا هعمل بص، ما عملتي ليه؟ اصل مامتك المره اللي فاتت قالت لي كذا، طب زودي ومالكيش دعوه، خلاص اتس اوكي. يبقى هو عنده هو بعد كده، يبقى احنا ايه، اتحاورنا، الحوار جه قبل وقوع الجريمه نيجي بقى عشان ما نتصيدش نيجي البعض. للجزئيه اللي حضرتك قلتيها دي، واحنا اتفضل. بنثير هذه المشكله اللي ممكن تحصل في بعض الاحيان عند الاسره او عند الزوج والزوجه. التدخلات اللي ممكن تكون بزياده، سواء كانت من ام البنت او أي. ام الزوجه او ام الزوج، الى اي مدى تؤثر على الاسره وعلى هدوء الاسره ولغه الحوار ما بينهم. شوف، قدر المستطاع كل واحد بيدير بيته بطريقته، وممكن اسمع من مامتي كل اللي هي عايزه تقوله، ما عملتش منه حاجه، وهو نفس الحكايه. احنا بنمشي بان احنا بننفذ حسب ميزانيتنا، حسب علاقتنا ببعض، حسب احنا عايزين نعمل ايه ونقدم ايه بالشكل الايجابي، لان ده في بيتنا، ده في شكلنا. طب هو هيجيب اخته وهيجيب اخوه وهيجيب، فتبقى بدل ما هي اسره واحده بقينا في اسره، مش مامته بس، ده هو بيبقى افطار عائلي. فخد ده بقى عد، لان الام هي بتجيب ولادها كلهم، تيجي مره عند مامه الزوج او مامه الزوجه، فهي دي بتجيب ولادها كلهم، فهنا شافوا الاخوات بعضهم، وهناك شافوا والولاد شافوا عمامهم وخلانهم و هو ده النجاح. من غير تلكيكات، ده احنا ممكن نعمل ديش بارتي لو احنا هنتكلم في عمليه اقتصاديه ونحسبها ونعملها عشان نخرج، عشان نتجمع كل واحد يعني يجيب نتجمع، الحاجه بتاعته كل ونتجمع، واحد المهم ان يجيب احنا حق، نتجمع. ويبقى ده اذا كان ده التارجت، ان احنا تبقى لمه العيله. هعملها اتس اوكي، بس هعملها بايه؟ كل واحد يجيب حاجه معاه وهو جاي، وحد عليه الاكل وحد عليه الحلويات وحد عليه مشروبات كمان. ده انت ممكن تعمل كل حاجه، والست الكبيره دي اللي هي الجده دي، او اللي هي الحما، اللي هو او هي، ما تعبتش وما اجهدتش وما خدناش كومنتات. ممكن هيطلع كومنتات، مش مشكله بقى، هيطلع هكبر بقى، كومنتات، وهتطلع هكبر من هكبر يا الستات يا ابني دكتوره. والله ده لفه هكبر. المحشي بتاعها حلو، ودي لا الرقاق بتاعها ما كانش جميل، ده انا يعني عملت المكرونه بالبشاميل اللي تحفه. بيحصل بيحصل ما بين الستات والسلايف. بيبقوا عشان نكون فاضيين بنتكلم، بس. انا بدخل لحضرتك طبعا ايوه ايوه واللي ايوه، بيسمعونا دلوقتي في لمه العيله وبيت العيله، المشكلات اللي احنا لازم نتخلص نكبر منها ونتخلص تماما. منها. لا لا لا، مش ممكن يعني، لا لا لا، ده دي فراغ، فراغ. ونعملها، ده احنا كده بنعملها ايه، انجليزي، كل واحد يجيب حاجه ويمشي وخلاص، مش ما دخلناش بقى بثقافه البيت المصري بقى، اللي هو بيعمل فعلا العزومه كامله من عنده. طب بس الست دي كبرت، يبقى حد يعاونها، تبقى بنتها، تبقى مرات ابنها، يبقوا الاثنين مع بعض، يبقى هنا الكومنت هيتوزع شويه، مش هيبقى على حد بس، مش واحد بس اللي هيشيل. ونتغافل عن ده ونتغاضى عن ده. خالص خالص، يعني مش مستاهله. فعليا مهم جدا ان احنا نكون في لمه العيله. في لمه العيله برضو دايما ساعات كتير جدا بنكتشف شخصيات ناس في العيله ممكن ما يكونش بنقعد كتير جدا فترات طويله، احنا بنتلم في رمضان او من رمضان لرمضان، وده تقصير من البعض في صله ارحامهم. طبعا طبعا. في الحاله دي والتصادمات دي ساعات بقى برضو بيكون من عند الزوج ناحيه عيله زوجته، او العكس من ناحيه الزوجه وعيله زوجها. يعني بيحصل اللي هو شخصيات بنكتشفها ما بنشوفهاش بقالنا كتير، بس بيحصل بنسمع. تصادمات في بعض الاحيان. لا لا لا، بنسمع فنتجنب. بنسمع يعني طول ما الزوج والزوجه قاعدين، اخوه عمل كذا او اخته عملت كذا وهي نفس الحكايه، اصل هي عصبيه، اصل هو استفزها، اصل عفوا، هيجي من هنا ومن هنا. فاحنا بناخد فكره عن الشخصيه اللي جايه عندنا دي، شكلها ايه، بتعمل ايه، واخد بالك؟ فنتلاشى بقى، مش عايزين صدمات، مش عايزين نبقى لما يتواجد في مكان يبقى عندنا مشاكل. يبقى ما عندناش المشكله دي وعندنا الجزئيه دي، ولازم تكون دايما في شهر رمضان المبارك بتحاول تعدل من سلوكياتك السلبيه. في شهر رمضان المبارك بتحاول بقدر الامكان الاسره اللي كان فيها مشاحنات وفيها مشاكل وفيها بعض المشادات ما بين الزوج والزوجه تكون فرصه حلوه اللي احنا نقرب المسافات مره ثانيه، نقرب المسافات ما بيننا وما بين بعض كزوج وزوجه. الموده والرحمه تكون هي اصولنا في التعامل مع بعض، وده اللي ربنا سبحانه وتعالى وصانا بيه. ده كله مهم جدا. ازاي ممكن تكون الاسره في شهر رمضان المبارك يكون استغلال سليم ان احنا نصفي الاجواء داخل الاسره مره ثانيه، ونستغل ده الشهر مهم. المبارك في ده تعال ما بين الزوج والزوجه، والصفاء ما بين الزوج والزوجه. بالظبط، شوف، ده بيبقى فيه روحانيات بقى، يعني احنا بنتكلم في جانب المهام والواجبات اللي احنا بنعملها. طب ما بعد ما بنخلص الفطار وخلص الموضوع ده، انتهى الحمد لله، يلا بقى نصلي
جماعة مع بعض مغرب وبعدين عشاء، ونعمل تراويح مع بعض. طب نتسابق بقى مين هيختم القرآن الأول، طب مين هيعمل ايه، طب الولاد عملوا ايه، طب مذاكرتهم جزء وجزء برضه الروحانيات. طب تعالوا نعمل، عارف، نستغل بقى الفرصة دي ان احنا حتى نشجع بعض على العبادة، نشجع بعض على ان احنا نستثمر الوقت ده الحسنة ب10 امثالها. يا تعالوا بقى انتي حتى وانا بنتعامل انا والزوج بنربي الولاد على العادات دي، فهنا بنقرب لان هدفنا كويس. هنا هيقلل المشاحنات وهيمتص صدقني اي مجهود عضلي او ذهني او عبادات، بيهدي النفوس قوي، تلاقي على نفسك بقيت مستوى ريلاكس. الفرد داخل الاسره، الزوج او الزوجه داخلين ايوه رمضان وكنا شايلين من بعض ومخنوقين من بعض، وفي كتير جدا مننا مش قادر يتحمل الطرف الاخر، ده بيجي في بعض الوقت. ازاي ممكن انا على المستوى الشخصي اصفي ده واكون في صفاء تجاه الطرف الاخر سواء كان زوج او زوجه؟ نقرب من بعض، كل سنه وانت طيب، كل سنه وانت طيبه، ونبتدي بقى نشوف هنعمل ايه مع بعض. طب هنعمل عشان قبل ما تحصل المشكلات بقى، طب ما احنا ما بنتكلمش او احنا متضايقين من بعض، طب مش هنروح عند مامتها، انا هخليها تروح لوحدها ومش رايح معاها، او هي تقول له نفس الحكايه، يبقى العكس اهو. لا احنا مش عايزين ده، نقعد ونهندل الدنيا. هو لما يحس ان هي بتقول له كده وهي بترد عليه بشكل معين، هنبتدي ايه ندوب التلج زي ما بقوله، هنبتدي نقرب، هنبتدي نخطط هنعمل ايه في الشهر في بيتنا، ومع الامتداد العائلي عند مامته وعند مامتي. ما في ايام خلاص البيوت الكبيره بتقفل، فبنقعد من غير خالص، فخلينا لا ربنا يا حلوين رب كده. يفتح كل بيوتنا والبيوت يا رب، الكبيره وبيوت يا رب، العائلات، والتجمع ولمه العيله مهمه يا رب، جدا. دي نعمه، دي اكيد طبعا نعمه. نعمه، يعني الناس ما بتحسش بيها فعليا غير لما بيفتقدها، ايوه طبعا. يعرف قيمة الجد والجدة، ويعرف قيمة البيت الكبير، البيت البيت الكبير اللي الكبير. بيلم العيلة اكيد. والإخوات وبيقرب المسافات ما بين الإخوات وبعضهم البعض. فرصة كمان جميلة اللي احنا حتى لو كان في مشاحنات ما بين إخواتنا وما بين صفيها. يعني الأهل، نصفيها في شهر رمضان المبارك. بس كده. ده جزء برضه بينعكس على الأسرة نفسها. ده ازاي دو ممكن دي نعمل ده كمان. برضه يا دكتورة ده في ده في فترة شهر رمضان المبارك؟ شوف، هي التواصل من اول ما يبقى الهلال، يعني الرؤيه ظهرت او لسه بيستطلعوها وطلع حتى اليوم ده متمم مثلا الساي لشعبان، بنتصل نعايد على بعض، كل سنه وانتم طيبين، عاملين ايه، ومش هنفطر ايه هنفطر امتى مع بعض، طب هنعمل حتى لو ما حددناش، بس احنا عملنا مبادره لطيفه للاسره الكبيره اهو، للخال وللعم للجده ولده ولده، قربنا على قد ما قدرنا بالكلام، ومن جوانا احنا كمان هنعمل ايه، طب هنتسحر ايه، طب هتجيب كذا، طب ما نجيب قبل الزحمه، طب عارف الحوار وتقسيم الادوار ساعات وده. بنكابر في الحوار ده. م? ساعات بنكابر في الحوار ده. ما هي طب ما دي انا اللي كل مشكله مره بقى. بتصل باخويا اقول له كل سنه وانت طيب، لا يعني خليها ليه بقى عليا، كل مره ما هو ما يتصلش انا بيا خدت او ما الثواب، يفتكرنيش؟ انا خدت الثواب. انا بقول لحضرتك على بعض اه الحسابات اه اللي ممكن تكون بتحصل فعليا، او هي انا اه. كل مره اتصل باخواتي وهم ما بيتصلوش بيا ومش معبريني. ساعات بيحصل الكلام دوت، وساعات بيزعل في اوقات. هو لو هو في اصلا مشاحنات، لو في ما اصلا انا بتكلم في كل جزئيه واحد اللي هو واخد في مشاحنات لكن وفي لو ما فيش مضايقات الدنيا احنا عاوزين بيس، نصفيها في شهر رمضان. ابدا بقى، يعني خيركم من بدأ. ابدأ بان انت، لان انت خد الثواب، خدها بمحمل تاني خالص، ان شاء الله حتى ما تطولش، كل سنه وانت طيب، عامل ايه اهو، فتحت الباب، والاخر بقى يكمل بقى ويعمل، ما كملش مش مشكله، انت ما خسرتش. الكلمه دي ما تحاسبتش عليها ان انت يعني اهدرت كرامتك او ضايقت نفسك او عملت جيت على نفسك أو ما جيتش. كل سنه وانت طيب وانت طيبه، خلاص خلص الموضوع، الدنيا هايله. استثمرنا ده وعرفنا نرد، والاخر حس يعني في بانه في يعني الصحابه خلاص كانوا في كده، تسامح يعني. احنا فتحنا الباب. ما هي كلمة ازيك وكل سنة وانت طيب دي ومش عارفة ايه، ورمضان كريم علينا جميعا، ويا رب نشوفكم في رمضان ونتقابل، يلا حددوا ونتفق ونعمل، كلمتين استجاب. كان يبقى انت بديت فتحت الباب اللي عشان تعرف اللي بتشد فتيل النزاعات خلاص بتقفل بقى، خلاص يلا نبدأ من جديد بقى. فانت قفلت على المنازعات دي والضيق والاختلافات اللي كانت، وبديت بحاجه ايجابيه، ودي صفحه جديده، ما معناها يلا نبدا بقى تاني. يبقى عندك انت قلت ان في بادره صلح، بادره تقارب، هو يعمل نفسها، استجاب استجاب، ما استجابش انت ما خسرتش، صدقني ما حدش بيخسر.
كل ما بتعمل حاجه انت بتاخد حاجه عند ربنا. خيركم من بدأ، ابدأ وخلاص، وما تزعلش انا لو ما حاولت اصفي جاش. الامور، حتى بس لو حاسس اللي قدامي هو اللي غلطان انا حاولت، وكانت بالظبط، المبادره من خلاص ما عندي. تلومش نفسك بعد ولو كده. اتكلمنا وتعاتبنا هنتكلم في وقت هو وقت كله روحانيات، وقت كله بس كده. عبادات، فاكيد الامور هتصفى شويه. ساعات كتير جدا ما ننكرش ابدا ان الاسره في ضغوط ماديه وضغوط وظروف حياتيه هي بتمر على كل اسره في الوقت الحالي، ولكن ساعات كتير جدا الاسره بتنجذب لهذه الضغوط وبتزيد المشاحنات بسبب الضغوط. داخلين على عيد، اللبس بتاع الاولاد، الكحك والبسكويت، يعني حاجات كتير جدا بتيجي في ذهن الاسره فبتضغط عليها ماديا. كلها ماديات. ازاي نحاول بقدر الامكان نخطط لده بشكل سليم، وفي نفس الوقت برضو ما نكونش ضاغطين على نفسنا كاسره ونضيع مننا ايام مفترجه وايام رمضان المبارك وروحانياتها في ان احنا نعمل مشاحنات او مشكلات. شوف، لو احنا خططنا من الاول، هي ميزانيه الاسره في الغالب زوجها. هي بتبقى من قبل رمضان بحبه حلوين، مرتبه امور. بتجيب وتظبط وعارفه إيه اللي هتحتاجه، فخلاص هتبقى قللت كتير من اللي بيحصل ده. اول ايام في رمضان بتبقى حاسس ان انت لما تفطر بقى هتاكل الدنيا كلها. هتعمل فطار اول يوم هيقضيك يومين بعدها، لان انت متخيل ان في ايه، الناس جعانه بقى وهتاكل كتير. هي شربت العصير ولا الخشاف وخدت وجبه بسيطه كده، وبعد كده خلاص ممكن حته كنافه ولا حاجه بعد اي حلويات شرقيه بقى بعد بين الفطار والسحور. وفي السحور هي كوبايه الزبادي وخلص الموضوع. الله، ده الاكل لسه موجود. فالخوف والهلع من ان احنا هنتكلف كتير قوي وهياخد ميزانيه كتير قوي وهيعمل ده، لا احنا بنقول مش هتبقى كميات لكن كواليتي. لان احنا لما بنعمل كميات في حاجات ملهاش لازمه حرام هتتلف احاول وتترمي. اقتصد بقدر الامكان، يعني اعمل الكميه قليل المطلوبه اللي هي مناسبه. بالظبط. عشان كده ده هيبان من اول يوم، بستشف منه الدنيا ماشيه ازاي. تاني يوم ماشي نفس السيستم، خلاص هكمل بقيه الايه، الشهر باللي احنا وصلنا له ده، اللي وصلني حسيت من ان الضغوط الماديه زادت عليا وده عكر صفو الاسره وعكر صفو الزوج والزوجه وحصل منهم مشكلات. لازم نتخطى ده يا دكتور. يعني ضروري. ده نعمله ازاي؟ يعني ضروري. حصل الضغوط بقى، احنا رتبنا امورنا بقدر الامكان، الزوجه رتبت امورها من قبل رمضان، ولكن بيحصل برضو بعض الضغوط الماديه، ولكن الضغوط الماديه بتاثر شويه سلبا على صفو العلاقات، الاسره نفسها على والعلاقه ما علاقات بين الزوج والزوجه. داخل الاسره. لا، هي قدر المستطاع. بص، لو في شفافيه مش هتعمل قوي ده. لو كل واحد قايل اقصى ما عنده ومقدم اخر ما عنده، مش مخبي حاجه من ورا حد، مش عامل مش عارفه ايه، اللي الزوج بيدفعه على قد ما هو عمله هي بتكمل معاه، خاصه لو كانت بتشتغل او عندها ممتلكات او عندها فلوس، يعني في عائد شهري عندها، هتكمل بيه والدنيا هتمشي بيس. تيجي المضايقات، انت لو الدنيا بقى باظت ومتطلبات الولاد زادت، يبقى انا هنا هيبقى العلاقه بقى، عشان انا ما اخسرش علاقتي بزوجي وننكد على البيت كله، هلم الدنيا مع الولاد. فمش لازم يبقى وخلاص، ومش هعمل له اللود بالحوار الكبير. مع الاولاد نفسهم، مع يعني احنا الولاد امكانياتنا كمان، كذا، نفهمهم نشاركهم في الموضوع. بالظبط. تعالوا بقى احنا دلوقتي بابا ادانا كذا وهم دول اللي معانا، وانا هدعم من معايا بحاجه. مش عيب ان احنا نقول ده عشان نربيهم يعرفوا يتعاونوا بعد كده في بيوتهم. ما احنا مش بنعمل كده، يعني احنا بنقول لهم احنا كمان ايدينا اهو، ما هو لازم، ما هو دورنا. لكن ايه، علشان خاطر نخفف عن الزوج شويه، هو لما يشوف ده هيقدر لوحده. انا امتص كتير من الخلافات اللي ممكن تحصل بسبب الضغوطات دي. هو شايف ان في مشكلات، شايف ان متطلبات للولاد، شايف ان هو عمل اقصى ما عنده، لكن ده مش كافي. هو عارف انه مش كافي لانه عارف بس هو عامل الاسعار. اقصى ما عنده، بس ساعات بيحصل عدم تقدير من الطرفين. ما هي دي بقى عشان نكون المشكله. بنتكلم بمنتهى الامانه، اه يعني اه بيحصل لا هو ما عملش اللي عليه وهي لا ما عملتش اللي عليها، فبتحصل المشكله، فصفو الاسره بيتم تعكيره بسبب المشكله دي. مع الاسف، مع والضغوط في الاسف. الاول هي ضغوط حياتيه او ماديه. هو كلام فاضي ومش مستاهله قوي، يعني فيها بعض الادوار مهمه، لكن يعني لو تغافلنا عنها بعض الشيء او ابتدينا نعمل رولز، ومش معقول كل سنه هي نفس المشكلات. يعني احنا بنتكلم بقى عندنا ولاد، يعني احنا بقالنا كام سنه مع بعض، يعني احنا عرفنا سيستمنا مع بعض، كل واحد بقى عارف الكي بتاع التاني من قبلها بفتره كافيه. تعالى اصل الفلوس لا مش النهارده، لا اما اقبض. طب استنى اما اقبض بقى، لما تقبض عايزين كذا كذا كذا، قايمه اهي، شوف ايه بقى اللي ينفع فيها. ينفع ينفع الذكاء ينفع. في التعامل في الجزئيه دي ممكن يكون ازاي؟ من خلال الزوجه، لان برضو مهم جدا يكون في ذكاء في طبعا اختيار طبعا. التوقيت المناسب اللي انا اتكلم فيه في وقت احنا مضغوطين، في وقت احنا شايفين الدنيا ممكن تكون صعبه نوعا ما. الزوج برضو هو عامل اقصى ما عنده، لازم نقدر
ادوار بعض سواء كان زوج او زوجه، ولكن التوقيت بقى والذكاء هنا في اختيار التوقيت سواء كان لزوج او زوجه في حل مشكله ما ممكن يكون ازاي؟ شوف، كل واحد عارف بيته ماشي ازاي، وعارف شريكه في الحياه ده عامل ايه. في توقيتات معينه هنقعد هنتكلم، هنبتدي نناقش هنعمل ايه في ايه. طب الولاد عايزين ايه؟ طب نعمل ده ازاي؟ طب بقول لك المره دي انا معيش الا كذا، ماشي ده. طب والتانيين ان شاء الله هيجي لي حاجه تانية يبقى كذا. يبقى هو ادينا له فرصه ان هو يسيستم ويوضح، بدل ما انا اضغط عليه واتنرفز عليه واقول ما فيش وهو ده اللي معايا ويروح رميهولي وماشي، ولا عرفت اعمل لاولادي حاجه او ما فيش خالص، بلا عيد بلا مش عارفه ايه. تلاقي ابتدينا نتشد من بعض ونعمل مشاكل. طب خلينا بالراحه كده نشوف التوقيتات المناسبه، نقعد نتكلم مع بعض ونشوف عايزين ايه والولاد طالبين ايه ونكتبه. طب ايه رايك في ده؟ لا دي ملهاش لازمه دلوقتي، اجليها. طب دي مهمه، ماشي. طب نتكلم مع بعض. الحوار، وان كل واحد يقول قدراته، واخد بالك، واحنا نقدرها، ده مهم، اكتر بيخفف كتير من اكتر حده حاجه الخلافات. بتبوظ الحوار هو العند والعصبيه. اه طبعا. اه يعني طبعا. ده اكتر حاجه ممكن تبوظ لغه الحوار ما طبعا. بين الزوج والزوجه او لغه الحوار حتى في اي علاقه انسانيه، هي العند والعصبيه. مم. وكتير جدا ما بنعرفش نتغافل او نتحاشى ده، سواء كان زوج عصبي او زوجه عصبيه او زوج عندي او زوجه عناديه، وتبقى المشكله اكبر لو ايوه الزوجه هنا عناديه. بالظبط. يعني لازم نتخطى ده، ولازم نخلي لغه الحوار ما بيننا سليمه، نتخطى ده. وكيفيه تخطي ده في لغه الحوار. في بعض الازواج لما تكلمهم، انا كنت قاعد على الكافيه مع اصحابي. طب ليه؟ طول ما انا قاعد في البيت بابا هات بابا هات، انا اديتهم اللي معايا خلاص ابعد. وانت قعدت على الكافيه ببلاش؟ صاحبه عزمه. مش لازم. يعني مش صاحبه كل عزمه ما مره، مش دكتوره، يعني كل ما هو مره. برضه يعني احنا ما هو دي هروب. ما دي مش هروب هروب. برضه، ما هو ممكن تكون مشكله، ما هو مش كل شويه عاوز يقول برضه الراجل، يعني في ظل الظروف اللي احنا عايشين فيها مش عاوز، صعبان عليه نفسه اللي هو كل شويه يقول لا او مش قادر حاسس او بالمشكله حاسس جامد، مش عارف بالمشكله، يتعامل. فهنزل اقعد اشرب كوبايه شاي ابعد وخلاص، شويه، اقعد ابعد بيهم على شويه. الكافيتيريا، ابعد شويه ابعد. عن بابا، هات عن آه. روح اطلب بابا، وبابا مش ما هو ده قادر. اللي بيحصل. في فرق ما بين اب هو بخيل واب هو مش قادر، عشان نكون بنتكلم منتهى الامان. زوج بخيل او اب بخيل لا، يعني هنا المشكله. انا مع كويس حضرتك فيها. كويس ان احنا متفقين على ده، ان البخيل ده مرفوض. حلو. ما يتعاشرش. ما يتعاشرش، ما هو كده، ما هو لا البخيل ولا الكذاب ولا المدمن. دول عرفت العيب واحد منهم في راجل، ما نجوزوش بنتنا، واخد بالك. فاحنا دلوقتي عندنا مشكلات معينه، وبانت بعض حركات بخل. ما هو يا تستحملي عشان تربي الولاد وتكملي، يا مش الخناق مش بيجيب معاه نتيجه، هو طبيعته كده. يقول لك يعني مثلا في حوار ما، يقول لك ما البخيل ده كويس، ما بكره يموت وتورثه. مين قال ان هو اللي هيموت الاول؟ يمكن انا اموت الاول. لا، مش طباع لوجيك طباع يعني. صعبه جدا في المعامله وفي المعاشره ما بين زوج وزوجه، سواء كان فيهم طرف بخيل، وخاصه لو كان الزوج هو البخيل. اصل انا ما البخل بتكلمش دلوقتي وحش. عن زوج بخيل وهو بيقول هات يا بابا وبابا بيقول انا مش قادر، انا ايوه. بتكلم عن زوج هو بيعمل اقصى ما عنده وغير قادر، فصعبان عليه كل شويه يقول لهم والله انا مش قادر، انا مش معايا فلوس. بيحصل. فهنا ده الزوجه يبقى برضو عليها مقهور، ده الاحتواء، شخصيه. والزوجه برضو لازم تخفف تمهد عنه، للاولاد وتخفف، تخفف ما تخفف نعكرش تخفف. صفو الاسره في جزئيه بالظبط. زي دي. تخفف طالما ان هي بقول لك عارفه، وان فعلا في دقيقه ما، مش لازم يبقى في اسباب واضحه انها تبينها للولاد، هم مش هيستوعبوها. لكن اصبروا بابا قال كذا، اصبروا هنعمل ده. طب ايه رايكم نقسم الموضوع شويه، بدل ما كل واحد عايز كل الحاجات دي، طب نجيب له حاجتين بس. طب كل واحد عايز لا نقلل. هنا هتهندل الدنيا، هتبتدي تنظمها وترتبها وتتعامل معاها بالشكل اللي هو ما يحبطش الزوج اللي هو عنده مشكله ماديه ما، والمتطلبات بقت عاليه عليه قوي، هو مش قادر يعمل ده. فانا بريحه شويه، لان ما تزعلش مني، ما هو لما انا اقعد اعمل ضغط عليه كتير هيتعب. وبدل ما كنا هنجيب الحاجات بالفلوس دي هنروح نعالجه. فبرضه نبقى احنا اذكى شويه، الزوج والزوجه نتابع بعض، نخفف على بعض قدر المستطاع، ما نبقاش ورقه ضغط عليه بالولاد او الضغط بحاجه معينه. كل ما كانت الدنيا هاديه، كل ما عرفنا نسيستمها صح. في العصبيه الواحد بيكسر ما بيبنيش. العصبيه فيها قوه هدم مش قوه بناء. لكن الهدوء يقدر هنا يبني، ونحافظ على العلاقه بيننا وبين بعض، ونعرف نستمتع بعيد،
نعرف نستمتع برمضان وبعلاقاتنا تبقى سويه، ونخرج افضل ما دخلنا كمان في رمضان. نحاول نخرج بعيد عن الحسابات الماديه، يعني تكون تمام. موجوده وموجوده في خطط الاسره نفسها، ولكن برضو يعني نخفف شويه بكلمه طيبه، بكلمه كويسه، بالموده وبالرحمه. اكيد يا دكتوره برضو دي جزئيه مهمه جدا لازم طبعا. الازواج يتعاملوا فيها. توقيت حضرتك بتحذري منه سواء كان زوج او زوجه ان هو يفتح لغه حوار في مشكله ما، وخلال يوم رمضان ان هو لا، التوقيت ده حاول بقدر الامكان تبتعد شويه لغايه لما الامور اتجنبه تهدى اتجنبه. او اتجنبه. قبل الفطار دي ما حدش يجي ناحيه زوج خالص، لسبب ممكن يكون مدخن وخلاص، يعني هو وصل للطب مش قادر يتكلم خلاص، فهتيجي تنكشه ويروح قايم في وشك. معظم المشاكل ده لو في السواقه في الشارع، مش الزوج والزوجه. وساعه الفطار قبلها تبص تلاقي يعني كانه عايز يركب جناحات للطياره يفردهم للعربيه بتاعته عشان يطلع، عشان يوصل بسرعه، عشان يتحط الحاجه، مش عشان حاجه، عشان يشرب سيجاره مثلا. فقدر المستطاع الوقت ده وقت صعب شويه. الزوجه بتثاب على ان هي بتصبر وان هي بتعمل حاجات. مفيش زوج يقدر يقف قبل الفطار ساعتين ثلاثه في المطبخ، في حر ولا في برد ولا في دي ولا في دي، وشغال وبيعمل وبيلبي طلبات كل الافراد عشان خاطر ما يبقى يعني عايزينهم ياكلوا ويتبسطوا ويبقوا فرحانين و والزوج كمان انكلودد، يعني مش هما بس الولاد. فلازم يبقى احنا نيجي في الجزئيه دي كمان نحافظ على العلاقه. مش هنيجي قبل الفطار ونعمل خناقه مع بعض، هيبقى ما حدش هيفطر وحد كل واحد يدخل في اوضته ونكدنا على الولاد ونكدنا على الدنيا. لا، يبقى قبل احنا الفطار بنسيبه دي في حاله، بس هو اللي عمال يسال وضبطوا الفطار ولا لا، الاكل جاهز مش ولا مشكله. لا، اه يا حبيبي عملتوا ثواني. حاجه على الفطار انا كنت اه طالبها بقالي 3 ايام لسه ما اتعملتش ليه؟ عملت اهو وصدقني بص اهي جهزت. ما هي لازم تبقى، أنا بكلم بيبي مش بكلم راجل كبير بقى خلاص، لان هو في اللحظه دي هو مش بعقليه الحد المتزن الطبيعي، لان هو بيمر بظرف القهر اللي هو الصيام القاسي اللي هو مختاره، وهو بيعمله عباده ربنا سبحانه وتعالى، بس هو مش قادر طب ما يستوعب هي الزوجه ويستحمل. صايمه برضه يا دكتور؟ معلش بس هي ما هي عندها طول برضه بال. يعني عندها بتقوم بعبادتها ويوم طويل جدا وادوارها، ما هي الزوجه صايمه برضه. ايوه. وبالعكس ده دورها جوه المطبخ لوحده يعني صعب. ما حدش يقوم بيه. يعني في بعض الناس انا بتجي لي فترات ادخل المطبخ اشتغلت خلصت كل حاجه، هو كل واحد جه صلى ونام، هصحي واعمل السفره، فاروح كل اللي بعمله في الدنيا ان انا اجهز كل حاجه واغرف واعمل واجهز كله. قوموا بقى طلعوا على السفره، كل واحد يقوم بدوره بقى. الاولاد بقى، الاولاد هنا، واحنا قلنا التوقيتات مهمه جدا، طبعا. والذكاء الاجتماعي داخل الاسره مهم جدا، ونختار التوقيت اللي احنا نتكلم فيه او نطلب فيه طلب، سواء كان زوجه بتطلب من زوجها او زوج بيطلب من زوجته او الاولاد بيطلبوا من الاب والام، وده طبيعي جدا. الاولاد وقبل الفطار بشويه، يا ماما في كذا، اه يا ماما عملت لنا كذا، فده بيعمل عليها ضغوط جامده جدا. هي بتبقى عامله ومرحبه وعامله بحب اكيد طبعا للبيت كله، ولكن ده ضاغطها. الاولاد دورهم ايه بقى هنا في التعامل مع الام قبل الفطار نفسه، ان ما نضغطهاش بزياده؟ هما نفسهم يبقى طلباتهم قليله، او هي تستغلهم بقى، تطلع طاقتهم كلها، كل واحد يجهز، كل واحد يطلع على السفره، وكل واحد يغرف الخشاف، لا ده واحد مش عارف يعمل ايه، تشغلهم. لو احيانا بنتخلى عن ان حد يعمل حاجات من اللي انا بقولها دي، ليه؟ لانه ممكن يخربها مش عادلها طب ما هي دي مشكله ويكسر برضه حاجات يا في عم، احنا الدنيا. عاوزين نساعد، ما انت قلت لك يعني صب خربناها. الخشاف، كسرت الدنيا كلها والكوبايات بالظبط. وقعت منك وما شربناش خشاف. اه وهم برضه في اولاد بيبقى عاوزين يساعدوا، او بيبقى في روح التعاون هي دوت، دي. واحنا لازم نعزز ده. اه طبعا طبعا طبعا، عشان بعد كده الحياه دي هتختلف. يعني الواحد مش دايما الام بصحتها لما بتتعب شويه مش معقول هتقوم تعمل كل تاني، لازم هم بقى يقوموا بالادوار، فلازم ادربهم ازاي يعملوا الحاجات دي خطوه لا، بخطوه والام كده. تدرب نفسها ازاي برضه، يعني اللي هي تعزز الجزئيه دي. يعني ساعات كتير جدا ممكن يكون احنا قلنا الاولاد يحاولوا يقللوا شويه من طلباتهم قبل الفطار بالذات، يعني مع الام تحديدا لانها يعني قايمه بدور كبير جدا. فبابا انا دخلت اقول لها يا ماما انا هساعدك، بس كانت هتجري ورايا بالطبق. فيعني برضه الام لازم تسيطر على لا نفسها في تهدى الجزئيه تهدى دي. تهدى طبعا. طبعا تماما، يعني ما فيهاش كلام. وبالعكس ده هي تنمي فيهم عمليه التعاون، وان هم يعملوا معاها حاجه، وتبتدي تبرمج الدنيا. بس بيبقى اولادك انت بتبقى عارف حد كسول قوي، وحد اكتف قوي، وحد مش معاك اصلا.
فانت بتستغل بقى كل حاجه من دول على قد ما تقدر، بس تقسم العمل عشان ما ترجعش اشمعنى بنتك واشمعنى ابنك، فمش عايزين نوصل لدي. كل سنه وحضرتك طيبه يا دكتوره، وانت طيب ومنورانا ومشرفانا وبخير، دايما دكتوره منى ربنا حسين يخليك. الاعلاميه والاديبه. شكرا جزيلا على وجودك معانا. كل سنه وحضرتك طيب وبخير. وحضرتك بالصحه ربنا والسلامه، يخليك. ودايما يا رب ميرسي. كده الاسره المصريه بخير، ودايما يا رب لمه العيله تكون بخير. هنطلع لفاصل قصير ونرجع لحضراتكم بعد هذا الفاصل مع الزميله العزيزه رانيا حامد، وفقره خاصه جدا بشباب والتسويق، واكيد هيكون في تركيز على جزئيه التسويق الالكتروني المنتشره دلوقتي وفي الوقت الحالي. فاصل ونرجع لكم مره ثانيه.